الو، صباح الخير يا حبيبتي. لا انا صحيت خلاص، يعني قدامي ساعة بس افطر واجهز. طب ما تيجي تفطري معايا؟ طب اسمعي، من هنا ورايح اعملي حسابك انك هتفطري وتتغدي وتتعشي معايا طول ما انا في تونس. يلا يا حبيبتي، في انتظارك. مش المفروض اخد حاجة معايا؟ طب مش كفايه الهديه اللي اخدتها لاحلام اختي؟ دي حاجة بسيطة. لكن ما عندكش فكره قديش عجبتها. طيب لازم تفكري معايا ناخد ايه لبابا وماما. ان شاء الله. بس قول لي ايه رايك في بلدنا؟ انا لسه ما شفتش حاجة. طب انا هوديك وافسحك في كل مكان في تونس، بس اوعى تقول انا زهقت وعاوزه ارجع مصر. طول ما انا معاكي مستحيل ازهق. بس النهارده بقى شوف لنا مكان حلو نتغدى فيه سوا. لا يا حبيبي، انت هتتغدى عندنا. لا خليها بعدين، يعني بعد ما اقابل البابا نزوغ ونبتدي فسحتنا. يا ريت. انتوا بيتكم بعيد كده ليه؟ يا فندم انا موافق على كل طلباتكم. من ناحيتي انا ما عنديش مانع، وخصوصا وان لطيفه موافقه ومبسوطه. الحمد لله. لكن ما تاخذنيش يا سي سعيد، انا لازم نعرف راي والدتها في حاجات. ايوه، ما انا قلت لحضرتك ان انا موافق على كل طلباتكم. الاول، ما هي الطلبات؟ هل انت موافق على انك تقعد في تونس والا لطيفه تروح معك لمصر؟ وهذا الموضوع يلزم نتكلم فيه مع ست والدتها. ما هي لطيفه عايشه في مصر دلوقتي. ما هيش باش تقعد على طول هناك. وحضرتك هل انت موافق على انها تفضل في الشغل ولا تقعد في البيت؟ وفي حاجات ثانيه يلزم نشوف راي والدتها وبعدين نقول لك على طلباتنا. ما تشيلش هم يا حبيبي، لو عاوزني اسيب الشغل انا موافقه، وبرضه لو عاوزني اضل في الشغل موافقه، وكمان لو عاوزني اقعد في مصر موافقه. انت مستبيعه بقى. طب ايه يعني مستبيعه؟ يعني ما يهمكيش حاجه. طب عشان بحبك. ربنا يخليكي ليا. انا طلبات ولا حكايات؟ انا مش موافقه على العرس هذايا من اصله. على خاطر فرق السن. اي نعم، على خاطر فارق السن. لكن انا لما تزوجتك كنت اكبر منك ب20 سنه. وانا ما نحبهاش تغلط الغلطه اللي غلطتها انا. لكن البنت عجبها الراجل وبتحبه. كلها يامات وتندم على النهار اللي عرفته فيه. يعني انت مش مبسوطه معايا؟ تسالني السؤال هذا بعد 20 سنه؟ ايه ماسكه فيها كده ليه؟ خايفه اهرب؟ خايفه تتوه مني زي ما تهت مني في الحلم. حلم ايه؟ ما اللي فات لما جيت كده نتفسح انا وياك وانت تهت مني في السحاب. ولقيتيني ولا انا زوغت منك؟ لا الحمد لله لقيتك، بس بعد ما نشفت دمي. طمني، انا مستحيل اهرب منك. قولي لي بقى، انا عايز اشتري شويه حاجات للولاد. شوف، انت عاوز تشتري ايه؟ بس سيب الفصال عليا. ايوه، لان انا ما اعرفش في الفصال. طب انت عاوز تشتري ايه؟ يعني عايز اشتري هدوم للاولاد، وعايز اشتري تمر وهريسه وايه كمان. بس احنا ولا هم؟ ايوه، بس انا خايف يعني لا يكون ليهم اعتراضات عليا. لا لا، طول ما انا موافقه استحاله يعرضوا، يعني اعتبر الموضوع منهي. يا رب. باهي، تحب تاكل حوت؟ حوت؟ ده ياكلنا. لا يا حبيبي، الحوت بالتونسي يعني سمك صغير كده. سمك؟ لا انا بحب السمك. اذا كان كده مش خايف من الحوت. خلاص انا بكره هوديك تاكل حاجه تعجبك برشا برشا. يلا بينا. تفتكري في ناس عايشين في سعاده على طول زينا دلوقتي؟ علاش لا؟ ايه، تعرفي حد منهم؟ احنا. انت ما جوعتيش؟ يا حبيبي طول ما انت جنبي ما بحسش باي حاجه، بحس بيك انت وبس. يا سلام. عشان كده بقى عايزك اول ما ترجعي تقولي لماما وبابا ان انا عايزه اقابلهم عشان نتجوز ونسافر بقى. ليه؟ زهقت مننا؟ لا يا حبيبتي، انا مستعجل اننا نبقى مع بعض لوحدينا. ما قلتليش لو رحنا مصر واتجوزنا هنسكن فين؟ زي ما تحبي، يعني ممكن نعيش في الشقه عندي والولاد كلهم هيتجوزوا السنه دي، يعني هنبقى احنا الاتنين لوحدينا. عايزه شقه جديده، انا ما عنديش مانع. انا زي ما قلت لك، اي مكان تكون انت فيه هو ده مكاني. اول ما ترجعي البيت دلوقتي تقولي لبابا وماما اني لازم اقابلهم بكره.
ايوه، واحده بتسال عليا ما قالتش هي مين؟ طب خليها تستناني، انا نازل حالا. صباح الخير. بونجور استاذ سعيد. ايه المفاجاه السعيده دي؟ اتفضلي حضرتك نفطر هنا سوا. ترى من يعني نمشيو في غير مكان نحكيو مع بعضنا شويه، ما نحبش لطيفه تجي وتلقاني نحكي معاك. يعني اختاري المكان اللي يعجبك، تحت امرك يعني. اتفضلي. استاذ سعيد، اكيد انت عندك اولاد. ايوه، ولطيفه عارفه كده. و طبعا فيهم بنات. ايوه، انا عندي بنتين وولد. وفي حد متجوز؟ يعني ان شاء الله السنه دي كلهم هيتجوزوا. يعني البنتين مخطوبين؟ ايوه. ومخطوبين الشباب في سنهم ولا رجال اكبر منهم؟ انا فهمت حضرتك عايزه تقولي لي ايه. نحب نسالك، لو راجل في سنك تقدم لخطبه بنت من بناتك كنت توافق؟ المهم هي توافق او ترفض. مش في كل الحالات لازم نوافق على اللي قروها اولادنا، في بعض الحالات لازم نرفض للمصلحه. افهم من كده ان حضرتك مش موافقه على جوازي من لطيفه. التجربه اللي مريت بها تخليني كأم لازم ما نوافقش. انا كنت كيفها نصرت ديما بعواطفي، حبيت بوها اللي هو اكبر مني ب20 سنه، ورغم انه والدي عمل المستحيل لكن ما كنتش قادره نقاوم الحب متاعي لزوجي. وبعد سنوات الحب بدا يضعف كل ما زوجي كان يتقدم في السن، والان انا في ال40 وهو في ال60. الحب الحقيقي ما بيموتش يعني. انا رايي لما السنين بتمر بيقوى اكتر. سامحني استاذ سعيد، انت الفرق بينك وبين لطيفه كم سنه؟ 30. انت تقدر تقول لي هتديها ايه بعد 20 سنه؟ جايز اكون مت بعد 20 سنه او قبل كده. اذا انت عايزها تصير ارمله وهي شابه، هذه مش نوع من الانانيه؟ الحب ما يعرفش الانانيه. سيلت قلتها بنفسك، الحب ما يعرفش الانانيه، يعني لازم نفكر في مصلحه الانسان اللي نحبها، يعني يلزمك تضحي بسعادتك من اجل سعادتها، ولا انا غالطه؟ استاذ سعيد، انا من الحوار معك عرفت اللي انت انسان عاقل وناضج، يا ريت تفكر في الكلام اللي قلته لك وتاكد. اذا كان جيني تقول لي انا مش مقتنع بالكلام هذايا، انا مستعده نزوجك بنتي. خرج الصباح بكري؟ ما قالش حتى وقتها جاي؟ حتى ميساج نو؟ داكوغ ميرسي. الأستاذ سعيد مش في غرفته؟ السيد سعيد سافر اليوم الصباح مدام. سافر؟ لسه برضه عايز اخد حمام هموت من الحر. ده بقالها ساعة بتغني جوه استهانة. يلا يا تفيدة والنبي هطقم الحر، عايز اخد حمام والنبي. ده تالت مرة تستحمى. قلة الأدب دي، إن شاء الله تستحمى 7 مرات، انت مالك انت؟ ساتر.
جرى ايه يا حبيبتي؟ عروسه مش عايزاه نستحمى ولا ايه؟ حاسبة على نفسك كده يا ستي، لا جسمك يتبري من الحموم. يا ساتر، الله اكبر عليكي. 5 وخميسة. ايه وانا هحسدها ولا ايه؟ مبروكة، حطي لي حتتين فحم عشان اتبخر من عينين الناس. حاضر يا ستي. بص، احنا ممكن نبدأ بفرنش اونيون سوب، وناخد ابيتايزر ريد سي شrimp كوكتيل، وناخد بعد كده بيكاتا بالشامبينيون، والحلو زي ما انت عايزه، في كريب سوزات او بنانا سبليت اللي يعجبك. ايه ده كله يا فاضل؟ انا معيش فلوس لكل ده. لا انا همشي. في ايه يا نيسا؟ هو انا قليل الذوق للدرجه دي؟ وبعدين خلاص يا حبيبتي، انت من هنا ورايح مش هتدفعي ولا مليم في اي حاجه. ده ايه البذخ اللي نزل عليك فجأة ده؟ ايه التهور ده؟ يا ستي مش تهور ولا حاجه، انت بس مش فاهماني. انا الفتره اللي فاتت كنت حريص شويتين، بس كل ده كان علشانك. علشاني؟ عشاني ولا علشانك؟ وقبل بقى ما تعمل الرشه الجريئه دي سألت مامتك؟ موضوع ماما ده انا مش عايزك تقلقي منه خالص بعد كده. لا ماما ولا غير ماما هيبقى لهم حكم عليا في اي موضوع. امال مين اللي هيبقى له حكم عليك؟ ايه رايك يبقى لك انت؟ انا؟ لا يا فاضل، ده اكبر غلط. ليه بس يا حبيبتي؟ مش انت هتبقي مراتي يا حبيبتي؟ ايوه، بس انت لازم يكون عندك شخصيه. الحياه الزوجيه تعاون وديمقراطيه، مش راي واحد. صح، انت كلامك صح وانا موافق تماما. والا بقى اللي حصل لماما وبابا ممكن يحصل لنا. لا يا انيسه، عشان ده ما يحصلناش انا محتاجك تقفي جنبي يا انيسه وتساعديني ان انا اتغير للاحسن. انيسه، انا عارف ان انا فيا عيوب كتير، لكن انا متاكد ان انت بشويه وقت وشويه مجهود هتغيريني للاحسن، وانا مستعد اتغير عشان انا بحبك، وعارف كمان ان انت بتحبيني. مش انت بتحبيني يا انيسه؟ بتحبيني ها؟ انيسه بتحبيني ها؟ طب بما ان انت بقى بتحبيني، ممكن تقسمي معايا تمن عزومه النهارده؟ تاني يا فضل؟ لا انا بهرج والله العظيم. اوعى يا فضل، ما تهزرش معايا الهزار ده. لا مرفوض، مش حق. امشي يا متر. خلاص متر اهو جاي، انا هدفع مش حاجه. هي جت. ايوه يا بابا، مبروك. قالت لي ان حضرتك عاوز. تعالي اقعدي. خير؟ باباكي عامل لك مفاجأة حلوة قوي. مفاجأة ايه؟ انا قدمت لك في برنامج عيش ايامك عيش لياليك. ايوه، البرنامج التلفزيوني اللي بيجوز المطلقات والارامل. ومين قال لكم ان انا عاوزه اتجوز؟ الله، امال هتقعدي لنا كده؟ جرأة تفيدة، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده بيت ابويا وعفش امي، انا هطرد منه؟ الله لا لا لا، ايه الكلام اللي ملوش معنى ده يا ناهد؟ لا، ده انا ابوكي ومصلحتي ادور على سعادتك. كله منك انت. لو كنت دفعت لي مهر واشتريت لي عفش جديد ما كانتش عايرتني بالطريقه دي. لا يا تفيدة، ما ينفعش تقمصي عليا زي زمان، عشان فعليا انت عارفه كويس قوي انه ده ما بقاش بيتي، ده بقى بيتك انت وانا بقيت ضيفه فيه. صحيح يا ناهد، تزعليش يا حبيبتي، سامحيني، ما كانش قصدي ابدا. انت عارفه لو ما شاركيش الارض اشيلك في عينيا الاتنين. وبعدين احنا اهم حاجه عندنا مصلحتك يا حبيبتي. عايزينك تختاري العريس اللي انت عايزاه وتعيشي حياتك بقى. واذا ما عجبكيش حد منهم ممكن ترفضي. يعني انا على اخر الزمن هعرض نفسي للجواز؟ يا بنتي انت هتبقي الملكه وهم اللي هتقدمونك، وانت هتختاري واحد من 10. 5 بس يا بودي. طب وفرضوا ما حدش اتقدم لي خالص؟ ليه يا بنتي بس التشاؤم ده؟ أعزائي المشاهدين، زي ما كلنا عارفين إن الهدف من برنامج عيش أيامك عيش لياليك هو بث الأمل مرة تانية في الحياة، علشان نقول لسادة المشاهدين إن مش شرط يكون الطلاق أو الترمل هو نهاية الحياة، بل يكون بداية جديدة وسعيدة كمان معانا. أعزائي المشاهدين، بنقوم كل شهر باختيار 5 مطلقات و5 أرامل، بيتم عن طريق اتصالاتكم التليفونية تصفيتهم في النهاية لمطلقة واحدة وأرملة واحدة.
يتقدم للزواج من كل واحدة 10 رجال، بيتم تصفيتهم ل2 للراجلين فقط، علشان يكون في حرية اختيار لكل أرملة ولكل مطلقة معانا. عشان كده أعزائي المشاهدين هنقدم لكم دلوقتي ال5 مطلقات وال5 أرامل، علشان تقدروا تختاروا منهم أرملة واحدة ومطلقة واحدة. هيتم دلوقتي حالا التعرف عليهم من غير ما أي واحدة فيهم تقول اسمها، ولكن استنونا حالا بعد الفاصل. يعني ماما هتتجوز بعد شهر. ولو فازت هيعملوا لها فرح اسطوري. يا جماعه تفتكروا بابا لازم يعرف باللي بيحصل ده؟ بابا راجع من السفر متضايق. مش عارفين برضو ايه اللي حصل هناك. انتوا عارفين هو اصلا كان مسافر ليه؟ ايوه يعني هو خطب لطيفه ولا ما خطبهاش؟ لا ما افتكرش. لو ما كانش حصل كان قال لنا. لا فاكره لما بابا كان عاوز يتجوز طنط سميره وهي ما وافقتش؟ قصدك ايه؟ قصدي ان الايام دي بابا شكله متضايق زي الايام اللي اتقدم فيها لطنط سميره وهي ما وافقتش. يعني ممكن يكون هناك برضو حصل فركشه في الموضوع. انا برضو بقول كده. أعزائي المشاهدين، وما زلنا معاكم على الهوا مباشرة وبرنامج عيش أيامك. وفي البداية خالص دلوقتي بنتعرف على ال10 متسابقات اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، وبنتمنى لكل واحدة فيهم إن هي بالفعل من خلال البرنامج تلاقي فعلا شريك حياتها. عايزة أقول إن احنا ما زلنا معاكم في انتظار الإيميلز والفاكسات، علشان كل واحدة تقدر من خلال الإيميلز والفاكسز تختار شريك حياتها اللي هيكمل معاها المستقبل. مساء الخير. مساء النور يا بابا. ايه بتتفرجوا على ايه؟ على ماما. ماما؟ ايه اللي طلعها في التلفزيون؟ اصل ماما طالعه في برنامج اسمه عيش ايامك عيش لياليك. عيش ايامك عيش لياليك ده برنامج ايه بقى؟ مسابقات ولا اغاني؟ لا يا بابا ده برنامج للمطلقات والارامل اللي عايزين يتجوزوا. ايه المسخره دي؟ ايه المسخره دي؟ لا ده امكم مؤكد عقلها فوت. مش كفايه اللي كانت بتعلم الرقص؟ اشمعنى حضرتك كنت بترقص؟ انا راجل. يعني يا بابا هما الستات مش بيرقصوا؟ خلينا في المسخره اللي بتحصل دي. في ست عاقله في الدنيا تطلع في التلفزيون تقول انا عاوز اتجوز؟ يا بابا ما هو حضرتك برضو كنت عاوز تتجوز. وواحدة قدنا. مدام ناهد، يا ريت تكلمينا عن نفسك في اقل من 3 دقايق. بتحبي ايه؟ بتكرهي ايه؟ عايشه مع مين؟ انا مطلقه، عندي بنتين وولد. بنت مخطوبه وبنت تانية باباها خطب لها، والولد برضو باباها خطب له، ربنا يخليه له. والدتي متوفيه، ما عنديش اخوات. والدي اتجوز من كام شهر. ولادي عايشين مع باباهم. انا مفيش حد محتاجني. شروطك ايه في الراجل اللي عايز تكملي معاه حياتك؟ انا ماليش شروط، بس يفرح بيا. هتقدمي له ايه؟ هقدم له اللي فاضل من عمري. مالكش حق يا سعيد، المفروض ترد عليها. ارد عليها اقول لها ايه؟ تقول لها اللي المفروض يتقال، يعني تسافر معاها وتسيبها هناك وترجع لوحدك من غير ما تودعها، ولما البنت تحاول تعرف السبب ما تقولهاش. انا سبت لها جواب يعني، واكيد امها قالت لها. ده ايه يا محسن؟ انت بتشجعه على ايه؟ طمني يا مديحه، انا خلاص صرفت نظر عن الموضوع كله. يعني انت خلاص ما بتفكرش فيها؟ محسن انا اليومين دول يعني مخي ملخبط في عرضك. انت عايز الصراحه ولا تزعل؟ صراحه ايه بقى؟ انت لسه بتحب ناهد؟ تحب ناهد؟ ناهد خلاص طلعت في برنامج في التلفزيون عارضه نفسها للجواز. يا سلام، ما انت كمان سبتها ورحت اللي بيعملوا زيها يا سعيد. بس انا ما اتجوزتش،
انا فعلا حبيت البنت، لكن في النهايه حكمت عقلي. يعني لو ما كانتش عملت كده كنت هترجع لها؟ انا ما قلتلكوش، انا قبل ما اعرف لطيفه رحت لناهد عشان اردها وهي اللي رفضت. ما هي معذوره برضه يا سعيد، انت جرحتها في كرامتها لما طلقتها. انا ومحسن اهو لما زعلنا مع بعض، انا لو كان طلقني كان لا يمكن ارجع له تاني. بس انا برضه لما بفكر في المعامله اللي كانت بتعملها لي يعني هتجنن. دي الست كانت مستبده برايها وخانقاني باهتمامها. انت كمان كنت ساكت يا سعيد، ما حاولتش حتى تعترض او تفهمها ان اللي بتعمله غلط. معاك حق، انا مش عارف كنت مستسلم للوضع ده ليه، بس الحمد لله اخيرا حصلت على حريتي يعني. اللي بتقوله ده يا سعيد كلام، انما اللي جوه قلبك ده كلام تاني خالص. وانا متاكده ان السبب اللي خلاك ترجع من تونس مش عشان البنت صغيره في السن، لا، علشان انت لسه بتحب نهد. ده رايك، لكن الحقيقه غير كده. اتفضلوا المشاريب الهنيه. ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟ احنا ما طلبناش عصير اولا، وبعدين طول ما احنا قاعدين عايز تغرمنا وخلاص؟ واحنا بندفع الحساب زي اي زبون يعني. لا سعادتك فهمتوني غلط، ده منير بيه عازمكم عليه. هو قول لي، منير بيجي المحل كل يوم؟ اول ما يخلص شغله يجي يقعد هنا اهوت لحد ما يجي احمد بيه ويروح مسلمه ويروح متوكل على الله على طول. طب كويس والله. مش ملاحظ ان منير خرج من حاله الاكتئاب اللي كان فيها؟ لا بس انا خايف يرجع البيت يلاقيها مستنياه. هي مين دي؟ حاله الاكتئاب. دي ملهاش حل غير الجواز. ايه بقى، عندك عروسه؟ عندي. طب ما شفتليش انا ليه؟ امال انت كنت بتعمل ايه في تونس؟ يا ريتني ما كنت رحت. طب بالعكس بقى، طب دي رحله تونس دي هي اللي فوقتك، مش كده يا محسن؟ دول ال10 جوابات اللي جولك من ال10 أزواج المرشحين للزواج منك، فيهم كل المعلومات عنهم وفيهم الحروف الأولى من أساميهم. ممكن تختاري؟ مبسوطة؟ أكيد. ألو، من حضرتك؟ حاضر، لحظة واحدة. مين؟ واحد عايز يلبس اسمه فؤاد. طيب سيبي التليفون انتي وادخلي جوه، يلا. الو، ايوه، مين معايا؟ اهلا وسهلا. لا انا المدام. طب ثانيه واحده يا فندم، خليك معايا. بودي، بودي تليفون علشانك يا حبيبي. مدام ناهد، حضرتك في اي حاجه تحبي تستفسري عنها؟ ميرسي يا سمر. لا بجد، لو في اي سؤال تحبي تساليه قوليه وانا اجاوبك. ميرسي حبيبتي. بقول لك يا سمر، انت بتشتغلي معدة برامج بقالك قد ايه؟ انا خريجه السنه دي، وده اول برنامج اعده بعد ما اتخرج. ربنا ينجحك يا حبيبتي. ميرسي قوي يا مدام ناهد. بعد اذن حضرتك. اتفضلي. الو. ايوه يا ماما. يا ماما بشتغل يا ماما، مش وقته ابدا. ما اكلتش ومش هاكل. ماما انا مش فاضيه دلوقتي، بشتغل يا ماما. هبقى اكلمك وقت تاني. مش عارفه هرجع امتى، معرفش. يو يا ماما بقى. طيب يا ماما، مع السلامه دلوقتي، انا هبقى اكلمك لما افضى. مع السلامه. مدام ناهد، حضرتك مفيش اسئله تحبي نتجنبها؟ مش عاوزه اتكلم عن ولادي. هو فعلا حضرتك من ساعه ما جيتي ما جبتيش سيرتهم خالص ولا كلموكي في التليفون. هو في مشكله ما بينكم؟ يعني طب مفيش اي مشكله نقدر نحلها؟ هما بس بيعاملوني زي ما انت كنتي بتعاملي مامتك دلوقتي. لا والله انا بحب ماما قوي، بس هي اللي مش مقدره ظروفي، عماله تسال عليا ومش مقدره ان انا مش فاضيه للكلام ده دلوقتي، يعني بشتغل. هي مش طالبه مني غير ان انت بس تطمنيها على نفسك، تقولي لها انا كويسه، تكلميها بالراحه. هي ما اجرمتش انها بتطمن عليكي، دي مكالمه مش هتاخد 3 دقايق. انت بتضيعي كام؟ 3 دقايق في اليوم. مهما اجتهدتي ومهما عملتي حبيبتي، انت مش هتنجحي في شغلك غير بدعاء امك ليكي. يعني خلاص ماما الخميس الجاي هتتجوز واحد غير بابا. يا جماعه احنا برضو مش عايزين نظلمها.
ما هي من حقها انها تتجوز. اشمعنى يعني بابا كان هيتجوز؟ وانتي شفتيني فرحانه قوي. انا عايزه افهم، انت مش خلاص الشهر الجاي هتتجوزي فضل؟ ودي فيها ايه؟ فيها انك هيبقى عندك حياتك المستقله ومش هتفكري في اي حاجه تانية. ما فكرش في ماما وبابا. يعني ماما وبابا هيروحوا فين؟ ما انت لو حبيتي تشوفي اي حد فيهم هتشوفيه وفي اي وقت. لا، انا عايزه اشوف ماما وبابا مع بعض. مفيش بقى غير حل واحد، تدي لكل واحد معاهد فيهم زي التاني ويجوا لك هما الاثنين من غير ما يعرفوا. بتتريق يا مسعد؟ هما دول ايه؟ مش ابوك وامك؟ يا بنتي يا بنتي، طب هنعمل ايه؟ ما احنا حاولنا كذا مره نرجعهم لبعض وما حصلش. حتى بابا لما حاول يرجعها ماما رفضت. يعني هنقف نتفرج؟ طب يعني عايزانا نعمل ايه مثلا؟ نخرج ماما من البرنامج؟ هو اللي سابك. احنا الاتنين سيبنا بعض. والسبب؟ يعني حب عليكي واحدة تانية؟ مش ده بس السبب. كان بخيل؟ بصراحة لا، هو كان كريم جدا. احنا بيتنا كان مفتوح للناس كلها. خسارة، انتي اتسرعتي. اتسرعت عشان مرضتش اعيش مع واحد ما بيحبنيش. مفيش واحد يعيش مع واحدة 23 سنة ويكون ما بيحبهاش. هي حصلت معايا انا بقى. برضو خسارة. انتوا عرفتوا بعض، حفظتوا بعض، كرهتوا بعض في مواقف، لكن اكيد كنتوا بتحبوا بعض. بعدين انتوا بينكم اولاد. يا ريته كان عايش وكان فيه العيوب دي كلها، بس كان كفايه عليا حسه في الدنيا. طب ولما حضرتك كنت بتحبي المرحوم قوي كده، هتقدري تعيشي ازاي مع واحد غيره؟ عندك حق، بس اقول لك حاجه. انا الحقيقه كنت مكسوفه يعني اجي البرنامج هنا، بس انا ست تقريبا عايشه لوحدي، قاعده في البيت على طول، مليش اصحاب، مليش معارف. يعني حسيت ان انا محتاجه انسان اكلمه، يكلمني، يحس بيا واحس بيه، يطبطب عليا وطبطب عليه. يعني حسيت بوحدة فظيعة قوي. طب مش حضرتك كنت قلتي انه عندك اولاد؟ ايوه، عندي 4 ولدين وبنتين، وال4 متجوزين، وفي 2 منهم مسافرين بره. طيب واللي هنا؟ أبعد من اللي مسافرين. يعني الحياة خدتهم ومشاكل الحياة خدتهم، نسيوا إنه ليهم بس تعرفي أنا عذراهم.
ايوه يا ماما، وحشتيني قوي يا ماما. ماما انا هتعشى معاكي النهارده، اوعي تتعشي من غيري. خلاص؟ وحشتيني قوي. مع السلامه يا ماما. لا اله الا الله. محمد رسول الله يا حبيبتي. ايه بتبص في الساعه ليه؟ عايزه الحق البرنامج بتاع ناهد يا رؤوف، النهارده خلاص هتختار العريس. انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ بصراحه ناهد بعد ما اتطلقت اتغيرت خالص، محدش كان ممكن يتصور انها تروح النادي وتمشي وتعمل رياضه يعني. والله الرياضه مش عيب ما دام لابسه في حدود المعقول. عندك حق، الرياضه مهمه جدا. على فكره يا رؤوف، انا لو كنت اتقدمت في برنامج زي ده كنت ممكن تتجوزني. كل انسان وله ظروفه. عايز اقول لك حاجه بقى، انا كنت هتجوزك تحت اي ظرف من الظروف. مش كان الواجب اروح جنب الست ناهد؟ لا تحتاج حاجه ان كتمنت ونصدق. ايه لازمه الاعلانات دي كلها؟ اقول لك ايه بس، ما هي الاعلانات دي هي اللي بتصرف على البرنامج. انا مش قادر اتخيل ابدا ان ماما تتجوز بالطريقه دي. هو بابا راح فين؟ بابا مش طايق يقعد في البيت. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نكلم ماما في التليفون ونقول لها ما تختارش حد. ايه الهبل ده؟ امال ايه كانت راحت البرنامج من اصله ليه؟ يا جماعه تفتكروا لو ماما لقت عريس في البرنامج ده احنا ممكن نحضر الفرح؟ مساء الخير أعزائي مشاهدي برنامج عيش أيامك عيش لياليك. زي ما أنتم متعودين في برنامجنا من كل أسبوع بيتم حفل زفاف مخصوص، أما المتسابقة اللي بتكون معانا بتتعرف على شريك حياتها اللي هتكمل معاه أحلى أيامها ولياليها. خليكم معانا دلوقتي أعزائي المشاهدين، هنتعرف معانا على المتسابقة اللي معانا ومنورانا في الاستوديو. معانا النهاردة نون عين، أهلا بحضرتك. ودلوقتي هي هتتعرف على المرشح الأول اللي يمكن هو أو المرشح التاني يكملوا معاها أيامها ولياليها. هنتعرف عليه وهنشوفه مع بعض زينا زيها بالظبط لأول مرة. يتفضل معانا المرشح الأول وهو فهميم. اتفضل. ايه رايحك؟ مش هتبصي له؟ انت بتشوفيه زينا زيك أول مرة مش كده؟ أعزائي المشاهدين هنتعرف على المتسابق ده التاني. مصمم فعلا انه يتجوزها بعد الفاصل. عارف يا بودي، اوعى تغير المحطة. انا قلبي حاسس كده ان ناهد هتختار فؤاد ده بالذات. يا ريت يا تفيده يا ريت، ده هو ده فعلا الراجل اللي هي محتاجه له. أعزائي المشاهدين ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنشوف المتسابق التاني اللي من المفروض ان المتسابقة اللي منورانا النهاردة هتختار واحد منهم بس علشان تكمل معاه أحلى أيامها ولياليها. خليكم معانا عشان دلوقتي هنشوف مع بعض المتسابق التاني، فليتفضل سين ألف. مش هتبصي له؟ يا رب يا رب تختار. أعزائي المشاهدين تفتكروا هتختار مين من الاتنين؟ ضحك ولعب وجد وحب